في وايد ناس تسألني عن هذه الحركة اللي هي لفة المصباح على الصبع. هاي الحركة ترى وايد سهلة. يود المصباح حلوه بشكل مستقيم، بعدين عندك الإبهام داخله في نص المصباح جهة الشاهد، وبعدين هذه السبابة تقدر إن أنت تفر المصباح من خلالها. خلينا نعيد مرة ثانية. هذه الإبهام داخله في نص المصباح، وبعدين استخدم السبابة عشان تدور الخرز على الإبهام، وصار بهذه الطريقة. هذه طريقة من طرق حمل المصباح. وعندك الطريقة الثانية، إن أنت هذه يدك وهذه السبابة مالت الشهادة، زين تسوي المصباح بهذه الطريقة، تخلي المصباح معلق على يدك بهذه الطريقة، وبعدين تحط الشاهد داخل يدك بحيث أن أنت تحافظ عليه، وخلاص يصير أنت ميود المصباح. هذه الطريقتين إذا أنت قاعد في مجلس ولا شيء، هذه أفضل طريقتين عشان تيود المصباح بطريقة تحافظ عليه وتبين جماليته. أما أن أنت تقعد تسوي فيه كذي قدام العالم، تقعد تطرقع فيه، أول شيء تزعج اللي حولك، وثاني شيء تكسر خرز المصباح. فيود المصباح بهدوء عشان تحافظ عليه، ولا تقعد تعبث فيه وايد، لأن الخامات الطبيعية والخامات الثمينة مثل الكهرم وغيره يتكسرون من كثرة اللعب.